بعد ما ايدك بدأت تمشي شوية هتبقى في شوية معلومات لازم انا اقولها لك، هنتكلم فيها وقت تاني، لكن لازم انا اقولها لك دلوقتي علشان هتسأل عنها. انا لو عايز اكبر الصورة، اخش في الصورة زوم ان او زوم اوت، اعمل ازاي؟ الاختيار الاكثر شيوعا لدى المصممين ان انت بالشورت كات كنترول زائد وكنترول ناقص تقدر تعمل زوم ان وزوم اوت. كنترول زيرو انا دخلت زيادة عن اللزوم، عايز اطلع الفيت تو بيج، يعني اطلع للشكل ان انا ابقى فيت تو بيج، كوماند او كنترول زيرو. كويس، يبقى معايا كنترول زائد وكنترول ناقص. طيب هو زومنج ليه اساليب تانية وادوات تانية كتير جدا، بس احنا هناخد كل حاجه في وقتها، وفي حاجات احنا ممكن نعدي عليها وما ناخدهاش لان بقيه الاساليب الموضوع اكاديمي. في حاجات بيبقى ليها طرق كتيره جدا، بس انا بقول لك اسهل طريقه واحسن طريقه تحقق لك المطلوب في الوقت الراهن. قبل ما نخش على الحاجات اللي انا بحبها شخصيا ممتعه جدا في الفوتوشوب، هناخد مفهوم بسيط اللي هو مفهوم الكروب. الكروب يعني قطع، ان انا بقطع الصوره على مقاس معين انا عايزه. الكروب ده ليه تفاصيل كتير وفي حاجات بتتعمل بيه كتير جدا، لكن احنا هناخد المفهوم الاساسي للكروب. الكروب انا بقطع جزء من الصوره، جزء مخصص من الصوره. بقطعه ازاي؟ ان اول ما بفعل اداه الكروب يبقى عندي الكروبنج اريا بالشكل ده. بصغر الكروبنج اريا او بكبرها. لو وقفت بره الكروبنج اريا ممكن اعمل لها روتيشن بالشكل ده. وانس ان انا وصلت للوضع اللي انا عايزه بدوس انتر علشان يعمل لي كروب. لازم تبقى عارف ان انت لما عملت كروب بالشكل ده كل الاجزاء الخارجيه من الصوره طارت، بقى عندك الجزء ده بس هو اللي موجود في الصوره. علشان اخلي الاجزاء الخارجيه موجوده واقدر اتحرك بيها تاني، لما باجي اعمل كروب بحدد الكروب اريا وبهولد على التشيك بوكس ده ان هو يبقى ما يعمليش ديليتنج للكروبد اريا. فاول ما بشيل التشيك بوينت من عليه وادوس انتر خلاص اقدر اتحرك واشوف بقيه الصوره، وبقيه الصوره هتبقى موجوده ما اتدلتش، موجوده عندي. اقدر اتحرك ان الصوره تبقى عندك موجوده بس انت قاصص الجزء بس اللي انت مختار ان انت تشتغل عليه. اوكي تمام. في حاجه هنا هتواجهك انك ممكن تبقى دايس على الكروب، عايز تتحرك في الصوره، هتحرك ازاي؟ لازم تقف على الموفينج تول، اختصارها حرف الفي، علشان تقدر تمسك اي اوبجكت. ودي حاجه ممكن تلخبطك. اتاكد دايما ان انت عامل الصح في الوقت الصح. انا دلوقتي عايز اعمل ايه؟ عايز احرك الصوره، لازم امسك الموفينج تول احرك بيها الصوره.